الحمد لله الواحد طالع من بيت متربي. الحمد لله. ابويا شيء قوي على تربيتي قوي، وامي الله يرحمها زرعت فينا حاجات كتير جدا جدا ما زلت لحد دلوقتي عايش بيها يعني. فناس كتير بتفهم انه المحترم ملوش نصيب في الدنيا، يعني ان المحترم يتاكل حقه يعني. بس ده مش حقيقي. المحترم ممكن يبقى في اي وقت يرد على اي حشرة تغلط فيه عادي جدا يعني. انا بشكر كل الناس اللي بعت، ناس كتير يعني، كتير جدا 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 مستائين. ما مش مستائين عشان خاطر ابراهيم ولا عشان خاطر والدتي الله يرحمها اللي جاب سيرتها بس، انما علشان الامر زاد عن الحد ووصل الى ما لا يطيق بشر. ناس تقول لي ما تردش، ومعروف انه راجل بذيء اللسان يعني. ايه الجديد يعني؟ ما هو بيقول كده كل يوم وما فيش حد ما شتموش. ناس تقول لك يا سيدي الصمت لغة العظماء ولا تصارع خنزيرا في الوحل فتتسخ. وناس تقول لك وإذا جاءتك مذمتي من ناقص. أنا الكلام ده ما باكلش معاه بصراحة. أنا بفهم حاجة واحدة بس، أنا أعيش مرة واحدة، مرة واحدة بس، أعيش مرة واحدة بس، هعيشها مرفوع الراس دكر على أي حد. ولا عمري هعرف أغير نفسي، ولا عمري هعرف أتغير إلى الشخص سيء الذكر بذيء اللسان أبو لسان زفر. يا أخي أنت بقى عندك 80 سنة يا أخي، بلغت من العمر أرذله. رجلك والقبر اللي زيك يا دوب يفكر في آخرته ويعمل له حسنات يقابل بيها ربنا. بس أنت مستهون من المقابلة، ها؟ مستهون من دعوات كل أمهات المصريين وكل الستات الفاضلات اللي أنت خضت في عرضهم. بكرة لما تنزل تحت ومبقاش ما بينك وما بينه أي حاجة، تعرف الدعاوي دي هتبقى نار عليك في القبر إن شاء الله. امي اللي انت جبت سيرتها وشتمتها، جزمتها برقبتك انت ومليار واحد من عينتك. قعدت تفتكر ان حد هيسكت لك؟ انت جعجاع واونطجي وما تعرفش تعمل حاجه، وده اخرك. وانا مش فارق معايا اي حاجه، وانت عارف ان انا مش فارق معايا اي حاجه، والناس عارفه ان انا مش فارق معايا اي حاجه. هعيشها مرة واحدة وهعيشها مرفوع الراس. يا أونطجي، يا جعجاع، يا أبو لسان زفر، يا سباب، يا لعان. بالقانون، ها؟ بحكم المحكمة يا سوابق. عليك حكم محكمة لما تروح تعمل فيش وتشبيه كده في صحيفتك الجنائية. عليك حكم محكمة إنك سباب ولعان. يا اخي ده الواحد حتى قرفان يقول اسمك اللي بالمناسبه ما بقاش بيعبر عن اي حاجه غير عن السب والشتيمه، وده تستحقه انه يلتصق اسمك بكل القاذورات دي. ده اللي تستحقه بالمناسبه يعني.